حضرة المدعي قال طلبتي مراد علمدار. اصلا ما في مشكلة، واذا في مراد علمدار ما له علاقة بشي. انت لا تجاوب قبل ما اسألك. ماشي، اسألينا لنجاوب. شو بدك يانا نسألك على كيفك؟ ماشي، بس انا ما حكيت شي. طيب هي سكتت. اطلع لبرا. شكرا كتير، تسلمي. ما قلت لك انت حر. اطلع لبرا وبعت لي محاميك. يا حبيبي. العمى، الكفوف يلي اكلناها اليوم من هالتنتين بحياتنا ما اكلناها. انا مو كنت معاهد حالي ما اضرب مرة؟ سحبته وانت شاهد يا عبد الحي. اذا بتريد ميماتي لا تحكي هيك بقصر العدل، بترجاك. بدي اياك. روح روح، انت بتشبه المحامين كتير بهالمشية. شو انتو يعني ما بتفهموا الحكي؟ شو قصتكم؟ ابعتوا المحامي تبعكم. حضرة المحامي. رح يجي مراد علمدار؟ اتصلنا فيه وقال جاي دغري. ايه، هلأ رح بلش اخذ افادة هدول اللي برا مع لالا زارا. حاضر. انت ليش عم تعمل معي هيك؟ يعني حتى ما تطلع فيني لوحدي. اذا ما انا عملت هيك اكيد رح اطالعها من راسه للمعلم. هي اذا اجا. انا اعطيت رقم المعلم للمحامي، اتصل فيه وقال جاي. تعرف شو؟ انت بيطلع منك مهرج شاطر. انت عود خشب وبس، ما فيك ولا ورقة. انت خليك هون عابد، في حاصر شي ما منيح، حدا منا يبقى برا. مثل ما بدك معلم. ست لالا تفضلي احكي. بدي اعطي الافادة تبعي باللغة يلي بعرفها. ما فهمت. هذا حقي الدستوري. حضرتك بتاخدي افادتي باللغة يلي بدي اياها. شايفة حضرة المدعية عم تحاول تحرف القضية. شو انت ما درست حقوق؟ ليش بتنكر على الناس اقدس حقوقهم الدستورية؟ ما بتعرف انه حقنا بالدفاع هو من اقدس الحقوق؟ لغتك التركية ممتازة، يمكن بالتركي فيك تعبري عن اللي بدك اياه بشكل افضل، وهيك بيقدروا يفهموا عليك المتهمين بشكل احسن. هلا اذا كل واحد بده يحكي باللغة يلي بيعرفها، انا كمان بحكي باللغة يلي بعرفها. سيد رمضان. امر حضرة المدعية. سيد رمضان بيعرف لغتك، تقدري تقدمي افادتك باللغة يلي بدك اياها. استباستكم. عم تتشكرك. ممكن تحكي لنا شلون صارت القضية؟ من لجهك يبو اندامن بارتيا خوري سهبادكر وأفيهن هاتن كتن هندر وهافدن جو بروباكاسيونا بيك بينن. لما كنا عم نتناقش انا ومجموعة من المؤيدين بالاجتماع تبعنا، دخلوا هدول الشخصين وقاموا بعملية استفزاز بشكل وقح. اب اجانن دبلتنا بخستناكي شبكنا تشيزورا فيت شوا صندن لمدكن. انت وحدة كذابة. ليش في عصابة بكل البلد اكثر منكم؟ لا تحكي قبل ما اسمح لك بالحكي يا مواطن. هدول عملاء للدولة، عاملين عصابة مسلحة وعم يمارسوا علي هذا الضغط من زمان. تدعي عليهم؟ أذكلي دارم أجوارا دي بيجيم كوج آلية همو أجانن تيجي دي تم تهديد كرن. قالت بتدعي. هموت كي بيجع. بس أنا ما قدرت أفهم كل شيء قلتيه حضرتك. انتو شو عم تحكوا بين بعضكم؟
حضرة المدعية ما بتعرف اللغة منيح، ما عاد فهمت شو عم تحكي. اللي قلته اني عم بتعرض لكل انواع التهديد الممنهج من قبل عملاء الحكومة التركية والمتعاونين مع الامبريالية. بما انك ما بتعرفي لغتك بشكل منيح، ليش ما بتتعلميها؟ ليش سمحتوا لنا؟ اللي بده يتعلم يا ست بيتعلم. انا بعرف الكرمانجي وبعرف الصوراني، انت ليش ما بتعرفي؟ بس شاطرة انك تتفلسفي علينا بالكلام؟ يبدو انك متدرب بشكل منيح لتكون عميل. نحن هون عم ناخد افادة، ما عم نشتغل بالسياسة. بتجي لعندي وبتقلي انك حابب تتعاون معي، وبعدها بتبعت لي رجالك لحتى يقتلوني؟ كنت مفكرتك غير عن بقية العملاء، طلعت غلطانة. طلع ما في عميل للحكومة بيتصدق كلامه. لا بدك تضلي عم تقولي عميل؟ شو داخلي بالحالة كتير ومتبنيتيها. برافو، انت عميلة شاطرة كتير. حضرة المدعية طالبتك. معلم، بالاول اسمعنا لا تتوافق افاداتنا مع بعض. ميماتي، بهالفترة ما عندي شي بيتوافق معكم. قال حضرتك طلبتيني. ادعي لربك يا مرة مشان يحطونا 30 سنة بالسجن. انا حطوني كتير بالسجن. السجن بيرجع العقل لراس الواحد، بخليه يفكر احسن. لما بتطلع بتصير بتعرف اكتر لوين ما لازم تقرب. بالظاهر ما عرفتني. لا ما عرفتك. أنا هلأ لازم ناديك سيد علي ولا سيد مراد؟ شو ناديك؟ نحن بنعرف بعض؟ شي بيزعل كتير. نحن ما أخذنا إفادتك أنا ورهف؟ هلا هي انتي ليلى؟ يا لطيف قديشك متغيرة. خلص راحت ليلى القديمة. كان إلك نظارات مثل كعب القنينة. ما تقلي هيك، بس تطلع على حالك ما بقي منك شي بيشبهك. عن جد تفاجأت كتير بشوفتك. تفضل. قديش حكيت مع رهف حتى تتوسط لي عندك مشان تساعدني لأقدر صير دبلوماسية، بس ما عملت لي واسطة. شوف صرت مدعية. بتعرفي المرحومة كانت غيورة فما قالت لي. لا تدخنها، رهف بدها تغار مني؟ أجمل بنت بكلية حقوق اسطنبول. ليلى احكي لي كرمال الله، انت من وين طلعتي؟ لما انت ما عملت لي واسطة رجعت لعند أهلي، بعدين عملوا امتحان هون، دخلت ونجحت وصرت مدعية. بس رهف ما عادت حكت لي عنك ابدا، انا فكرتكم تزعلتوا مع بعض. ليش المسكينة كان عندها إمكانية تشوفنا؟ كم سنة اضطريتوا تختفوا؟ ايه بس بعدين طلعت شغلتي بالجرايد والتلفزيونات، ليش ما اتصلتي وقتها؟ ما حبيت اتصل، وما قدرت اجي على جنازة رهف. ايه، شو اخبارهم بابا عمر وماما نازك؟ العمل ليش طول كل هالقد؟ طبعا لانه صعب عليها تفهم على المعلم. اكيد بيكونوا عم يتخانقوا مع بعض. طيب ليش اخذتي افادة الجماعة تبعي؟ مناوبتي وهن وقعوا عندي. ايه، وشو رح تعملي؟ معقول قلك يعني الصداقة شي والشغل شي؟
انا عم اسال اذا كانوا احرار هلا ولا لا، لانه اذا كانوا احرار بدي اخذهم اعمل لهم عندي محكمه على رواق. اعمل انت اعمل لهم المحكمة اللي بدك اياها. شكرا. سمعت انه تركت شغلك. هذا اللي صار. مراد، بسبب الوظيفة اللي كنت فيها في عندك أعداء أكثر من الأصدقاء. رجاء انتبه على حالك. الكل حابين إنه يشوفوك هون عندي، بس أنا ماني حابة. يعني أنت مانك حابة تشوفيني؟ إيه بس مو هون. بعدين لهلأ متذكرة برك الماما نازك اللي بيطيروا العقل. لكان مخليها تعمل لك وتعزمك، رح تفرح كتير بهالشي. سلم لي عليهم. بيوصل. انت تابعنا الملف. حاضر يا معلم. شرفوا. طلعت صديقة قديمة. هلا هي صديقتك معلم؟